سلام يا عرق الشواهين، في الجير ولا حر الوحوش، وانمكسوا دمه ملايين ابدا ولا جدياك مغشوش، عاتق طويل مكحل العين وعلى ظهره تطري زمنقوش. مرحبا في دار الظبي بو ظبي. مبطي ويرفد في سمانه علامها، من غربي الظفره الى شرقي العين، نبرى ونتصوع لفوعة نسامها، زايد حلم بالنهر سموطه. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، متابعينا على الهواء مباشرة من خلال هذه التغطية الحية المباشرة، وبرنامجكم برنامج الحظيرة المطل عليكم المصاحب معكم طيلة فترة هذا الكأس الغالي، كأس رئيس الدولة في نسخته الجديدة، اليوم الثاني على التوالي من منافسات الملاك. مشاهدينا الكرام، لفات الجير شاهين حضور الأبطال مع 5 أشواط متتالية في هذا الصباح هنا في ميدان الفلاح الذي ينظم من خلال نادي أبو ظبي للصقارين. أمانة حضور متميز في هذا اليوم، ولكن مشاهدينا الكرام دعوني بداية أرحب باسمي واسمكم بضيوف برنامجنا لهذا اليوم. بداية محمد علي الرميثي، أمسي عليك بالخير وأقول يعطيكم العافية على التعب هذا من الصبح لين هذه اللحظات. لا على كل حال، الحمد لله على التوفيق، ما بتعب. المهم أن نحن طال عمرك أرضينا المشاركين وأرضينا الجمهور. وأنا أرحب بك أخوي حميد، وأرحب بضيوفنا الكرام ومشاهدين خلف الكواليس. كذلك مشاهدينا الكرام نقول عودة حميدة لبن عبود على برنامجه، هذا برنامجه ما يحتاج يعني، بس غاب عنا فترات والحمد لله على السلامة. مسي عليك بالخير يا بن عبود. مساء النور والسرور والسلام عليكم جميعا، ولنا الشرف أن نكون متواجدين في هذا الحدث اللي كل ينتظره من الصقاقير في دولة الإمارات، وكل يتمنى أن يشارك فيه ويكون عنده الدافع القوي أن يشارك فيه، وبالعكس هذا الشيء كل يتمناه. كذلك مشاهدينا الكرام عندنا محمد بن يولى، مسي عليك بالخير. الله يمسيك النور والسرور اخوي حميد، ومسي المشاهدين من امام الشاشات. امام الشاشات مش امام طبعا مشاهدينا الكرام، اليوم كان حضور الابطال لفئه السرعه، فئه الجير شاهين، لها طربه يعني نقدر نقول فئه جدا مختلفه غير عن جميع الفئات لدى جميع الصقاره ومحبوبه كذلك. قبل ان نتعمق بشكل كبير، هناك لقاء خاص مع سعاده سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي ابو ظبي للصقارين. خلينا نشوف هذا اللقاء ورد لكم مره ثانيه، خليكم يعني. سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي ابو ظبي للصقارين، اليوم الثاني من انطلاقه هذا الكاس، كاس رئيس الدوله. اليوم احتضان عدد كبير من الملاك، وشفنا اوجه جديده ان كان متواجدين في المشاركه او ظهورهم كذلك على المنصه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه احب اقدم الشكر للقياده الرشيده. المناسبه هاي غاليه على جميع الصقاقير كسيدي صاحب سمو رئيس الدوله. مثل ما انت شايف اليوم نحن في ثاني يوم في فئة الملاك. ان شاء الله يعني دائما تشوف اسامي جديدة خاصة في الفئة هاي وفئة الهواة. الاعداد مثل ما انت شايف اليوم عندنا 129 طيارة، امس 157. الاعداد تبشر بخير وعاطيهم يعني معطيات زينة من المشاركين. نقول الحمد لله.
قد تكون شهادتكم نوعا ما مجروحة نادي أبو ظبي الصقارين في تنظيمكم لهذا الكاس اليوم في النسخة الجديدة لهذا الكاس، انطباعاتكم بشكل عام؟ شوف انطباعك، نحن كنادي ابو ظبي الصقارين دائما نطمح ان نضيف اضافات جديده. ونقول ان شاء الله يعني القادم بيكون احسن. ما الإضافة الجديدة لهذا العام في الكاس؟ شوف حاليا على نفس البرنامج، ونقول ان شاء الله في المستقبل القريب. كلمة أخيرة توجهها لجميع المشاركين في هذه البطولة. احب اشكر جميع الصقارين على تعاونهم، ونقول لهم فالهم الناموس والتوفيق ان شاء الله. شكرا لك. مشكور. العاصمة دار الكرام الميامي. نخص بالشكر والتقدير مشاهدينا الكرام نادي أبو ظبي للصقارين وجميع العاملين في هذا النادي، وكذلك شكر موصول لكل من أعضاء مجلس الإدارة على رئيس مجلس الإدارة مع سعادة فارس المزروعي وجميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في هذا النادي. طبعا هناك جهود جبارة أمانة شفناها من التنظيم واستعدادات جدا كبيرة لهذا الكأس الغالي على قلوبنا جميعا، كأس رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. اليوم كانت أول الانطلاقات في هذا الصباح لهذه الفئة، وأول الأشواط غرد بهذا الناموس ولم يخالف الترشيح الأسمر، تواجد بكل جدارة أمانة بحرص أمانة راعيه بأن يتواجد في هذا الرمز وفي أغلى الكؤوس كأس رئيس الدولة. نحن ما نسبق الأحداث، الأسمر المرتبة الأولى، ثانيا الزيرو 2، ثانيا وصيفا لهذا الرمز، ثالثا مبهر حضر في المركز الثالث في هذا التقرير. ولنا عودة. في ثاني أيام بطولة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، انطلقت منافسات فئة العامة الملاك في شوط الرمز. التنافس كان قوي، والمركز الأول كان من نصيب عبد العزيز عبد الله الكندي عن طريق الأسمر بتوقيت بلغ 16 ثانية و242 جزء من الثانية. المركز الثاني ذهب لحمد سلطان حمد العرياني عن طريق S02 بزمن قدره 17 ثانية و158 جزء من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب سلطان علي مصبح النيادي عن طريق مبهر بتوقيت بلغ 17 ثانية و212 جزء من الثانية. هكذا كان مشهد اليوم في شوط الرمز، والذي خصص لفئة الجير شاهين فروخ. الوثبة تحلق في سماء الإبداع لتتصدر في هذا الإنتاج اليوم مع هذا الإنتاج الغالي. اليوم الأسمر لم يخالف الترشيح. أنا أبارك على المحللين أمانة اللي تواجدوا معنا من أمس على هذا الترشيح الأسمر. يا محمد. أبارك في البداية أخوي عبد العزيز القندي على طلوع هذا الطير البطل، وبارك بعد أبو حمدان مالك المزرعة الساهر مزرعة الوثبة اللي هي طال عمرك السنة متألقة تألق، وهي دائما متألقة، بس السنة أبهرتنا بتواجدها على الثلاث المراكز الأولى بأتيام خيالية، أبطال يكونون ثابتات في المسابقات اللي مرينا فيها طول الموسم. صراحة الأسمر البارحة رايحين معاه بالترشيحات وما خذلنا، والناموس يستاهل راعي الأسمر. تيم نحط 200 تقريبا، تيم خطير قوي وايد قوي، ولا بغريبة على طيور الوثبة. والله تيم خطير نحط. محمد. أول شيء نبارك حق عبد العزيز القندي على اتزاع الأسمر ومخالفة ترشيح الأسمر. الأسمر اليوم تميز بأدائه. الأسمر حميد من الطيور اللي يعني نحسب له حساب، خاصة في كاس رئيس الدولة. يعني أغلب الترشيح الحين يمكن
الشارع الرياضي مال الشارع الرياضي خلينا الصقاقير. نشوف هدد الاسمر. هي، تفضل. الهدد شفته انا هدد ما شاء الله عليه من البدايه للنهايه، النهايه صراحه قويه، انطلاقه كانت موفقه. ايه نبارك حق عبد العزيز القندي على انتزاع الاسمر. الاسمر من الطيور الطيبه، خاصه طيور الوثبه. شوف ما شاء الله عليه من البدايه حتى النهايه، يعني ما شاء الله اندفاع قوي. الله يبارك له ما شاء الله. ونقول له نبى نفس هاي الاداء حق الكاس، وان شاء الله نبي يكون كرت صعب في كاس رئيس الدوله. بن عبود. اولا نبارك لاخونا عبد العزيز القندي. شهاده حق نقولها، الطير هذا من الطيور السنه اللي يسمى طير فلته، مو هو بطير عادي، طير بطل ما يدخل ميدان الا كل صقار يحسب الحساب. الطير هذا المرشح الاول لكاس رئيس الدوله. نعم. وبلا منافس. نعم. ما فيه طير في مستواه اليوم، يعني حتى تقول لي جير بيور ولا قرموشه ولا تبع، لا ما في مستواه. صحيح. ولكن طال عمرك الظروف تخدمك. اذا كان الطير صحته سليمه، انطلاقته سليمه، اداءه سليم في هذاك الوقت، مع ذلك يكون ما في تغير في المناخ في الهواء. نعم. فالطير هذا ياخذ بكل جداره. زين، انا عندي سؤال لكم كلكم صراحه. لو قلنا هذا الطير اليوم تواجد في اشواط المفتوحه او فرق اصحاب السمو والشيوخ، هل راح كوجهه نظر يحقق؟ حميد، بالنسبه نحن ما بنروح على افرقه الشيوخ، بنقول على مستوى العامه المفتوح والعامه الملاك. نعم. مرت علينا كذا سنه من المواسم اللي عدت، كان مستوى الجيل شاهين في نزول. صحيح. بصوره عامه على الجرة شواهين كان نادر انك تلقى جيل شاهين ثابت على المنصه مثل الاسمر. من بعد يمكن موسمين او 3 مواسم نزلت مستوى جيرة شواهين. السنه طلع عندنا جيرة شواهين تنعد على اصابع صحيح، لكن ابطال. كان في المفتوح او الملاك، صحيح؟ في المفتوح او الملاك. نعم. ابطال اثبتت تواجدها في جميع المحافل اللي فاتت. تقدر انك انت تحط عليها العين وتركز مثل ما تفضل اخوي محمد بن عبود. تبقى عندك التوافيق من رب العالمين اول شيء، وبعدها طال عمرك يكون الطير صاحي مصادف في انطلاقه طيبه، ما تكون عليها عراقيل. راعيها اكيد ان كل واحد يحسب له 100 حساب في المشاركه في شوطه. ما جاوبتني. احاول اخلي الاجابه حق بنيوله ولا محمد عبد الله؟ دبلوماسي وايد ما يبي يجاوب، يعني جالس يتهرب من الاجابه، ما اعرف ليش. بنيوله. الطير هذا بطل. الطير لو دخل فرقه الشيوخ او دخل فرقه المحترفين بيكون كرت صعب ومنافس قوي. نعم. طير اداءه 16 و200، تتكلم طير 16 عادي. و200 في مسافه 400 متر، سرعه هائله، اداء لو حتى عامل الطبيعه يخدم او ما يخدم، الطير بطل. واللي يثبت لك الفرق بينه وبين الثاني. صحيح. شوف الفارق كم، تقريبا 900 يعني شيء قريب الثانيه. يعني طير بطل الصراحه، طير اداءه كان اليوم 10 على 10. اذا يذكرك شيء من الطيور على هالمستوى؟ طير خلفان بطيء. طير خلفان. كفو، صيرمي. صيرمي. صيرمي، هذول الطيور اللي كانوا يدخلن ليكسرن عامل الطبيعه. نفس اللون. كفو اول بداياته. كفو اول بداياته. زين، نحن سالنا سؤال، محمد جاوب دبلوماسي شوي، ما احب يجاوب يمكن بطريقه، لكن واضح كان عندنا انا اقول لك بوسيف. فيه طيور ابطال عند ام 7 عند اوكي، نحن قلنا نستبعد شوي، خلونا بعيد من فرق الشيوخ، لان صدق في كفه قويه في شفنا. اذا قلنا الفلته اللي هي طيور فلته السنه. نعم. 3 طيور بين المفتوح والملاك عامه. تفضل. عند العامه هي سواء مفتوح او ملاك العامه. تفضل. 3 طيور. عندك طير سالم بن مذكر سارمات. نعم بطل. عندك طير حمد بن مقرن، وطير من اصعب الطيور، لكن الطير هذا لو يا ونهد براحه الطير ما ينغلب،
وطير محمد عبد العزيز القندي. ليش؟ الطيور الثلاثه. في طيوره بعد اسبق. ها؟ الاشواط الثانيه طيور اسبق. اللي هن عندك اكس، عندك طال عمرك الاخضر، عندك طيور لهن باع، لهن منافسات قويه. عنده فيهن سبق هذيلا، لكن انت يوم تتكلم عن الفلته اللي هو ثابت، اللي هو يستر وخله ثابت. حتى. وهزرك لو تلاقن في شوط كلهن هالطيور عاده نصيب عند رب خدمهن العالمين. الجو. يعني عامل الطبيعه. الجو. نعم. سارمات مثبت في كل مكان. عيد لي الاسمر تفضل. سارمات طير ثابت بطل نعم. وطير بطل ولا يستهان به كيف ما كان. الاسمر انا اعتقد ان طياره الايام هذه افضل من طياره قبل. صحيح. طير حمد بن مقرن طير وداه السعوديه وتعب عنده ورد. هذا هو ما شاء الله طير وبدا معاه. الله يبارك. الاسمر من الطيور اللي هو فلته السنه. وانت يوم تقول فلته اللي دخل الشوط ياخذ حقه، يا اول يا ثاني. نعم. انت الطيور هذه يوم تحطهم في شوط ما تتخيل ان في طير يسبقهن، فمعناته هذا الطير الفلته. الطير هذا بن عبود، شفت انطلاقته قبل شوي الحين على اعاده. نعم. الطير بعض الطيور سبق، لكن ظهوره من السناح يخذلهن اوقات. زين هذه هي. صح يردن يعوضن بس اذا كان معاهن منافس مثل الاسمر مثل سارمات ما في مجال للخطا. الطير هذا طلع من ايد عبد العزيز لو بتلاحظه قبض الدعانه من هناك، خذ ستارت قوي من هناك انفجر. الاسمر افضل طير السنه تبارك الله. سارمات قد انهد في مناحر. ينهد مناحر. ينهد مناحر. لا ما له علاقه في الامور هذه. الاسمر يا جماعه السعوديه هو. انا حضرت له هدد واحد في المهرجان بس يعني صراحه. لا سارمات طير يحسب له 100 حساب، لو يتلاقن كلهم في شوط الله يعين الاثنين كيف ما تعرف شو اللي بياخذ الاول ولا الثاني. الاثنين نبارك ونهني. كذا طير موجودات وينافسن. تاهلا وين؟ اليوم؟ إيه؟ نعم تاهلا. الكاس ان شاء الله. كاس خير برهان. تاهلا. طير فهد من الطيور اللي ينافس وبقوه. نعم. والاخضر من الطيور اللي ينافسون وبقوه، لكن الاسمر وسارمات مش في مستوى الطيور هذه. لا يعني افضل مستوى. يعني بنشوف اذا تلاقن سارمات تلاقوا هالطيرين اتوقع بيستمتعون الجمهور. يشهد له ميدان، يشهد له الميادين. نعم. بس في طيور بعد ما ينهضم حقا. صحيح. عندك تجوري وايده يا اخواني شواهين ابطال. بنرجع لهذا الموضوع لان عسب نختصر الوقت، خذينا وقت وايد طويل. نبارك ونهنئ لعبد العزيز القندي على هذا الانجاز وانتزاعه لهذا الرمز بكل جداره، وصيفه لهذا الرمز حمد سلطان عفوا العرياني مركز الثاني. يا محمد الفارق كان بين حمد سلطان العرياني 900 تقريبا 900. هذا ما يثبت جدارة المركز الأول على الثاني، لكن أدى أداء طيب وكلن كان في نفس التيم اللي طلعان فيه. شوف أنا أقول لك إياها مرة ثانية، شفت الأداء كيف؟ طلوع الطير كيف؟ هني تحكم على انطلاقة الطير وين يضيع. صحيح. 17 و158 فارق عن المركز الأول 16 و200 شيء كبير ترى. خاصة في شوط، خصوصا في شوط رمز. بكره لما تطلع على كاس رئيس الدوله هني تبين عندك الفارق هذا وين يحطك في المراكز. لكن ما نهضم حقه انه عطى مشاركه قويه اليوم، ادى واجب، حقق المركز الثاني. نبارك له ونومس له ونقول له ان شاء الله انه يعوضك في الكاس مراكز احسن. ابو علي انت لو تشوف توقيت الخضر والاسمر، الخضر واكس طير فهد اللي هو طير عبد العزيز القندي واكس، اقرب توقيتين حق كاس رئيس الدوله مثلا. لا حق الاسمر هن الوحيدات. على فكره اليوم بعد الوذر اليوم كان طيب في لا الوذر متساوي اليوم ترى يا جماعه، متساوي الا في وصلت الظهر شوي دوقت عندنا. خلونا عند حمد سلطان، تفضل الثاني. وصيف الرمز سلطان مثبت، طير حمد يعني اللي هو طير العرياني مثبت وطير زين وكل ما ميدان الطير واضح موجود. الله يبارك. واداءه طيب.
نعم. نعم. ابو سيف. مبارك حق العرياني على انتزاع المركز الثاني. تطلع التليفون حد يعطيك معلومات يعني؟ لا 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 طالع النتائج. نتائج ايش بكم؟ لازم اطالع. زين عندك الاوراق النتائج. مبارك له حمد سلطان العرياني على انتزاع المركز الثاني. نقول له تستاهل الناموس، ونبى اداء من اس02، نبى اداء احسن من كذي في كاس رئيس الدوله. طير بيكون ان شاء الله باذن الله انه يعطي اداء احسن من كذي، بيكون له نتائج ان شاء الله طيبه. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام سلطان النيادي، نبارك للمركز الثالث كذلك يا بن عبود، تفضل. نبارك السلطان اخوي سلطان النيادي، والطير ما شاء الله ادى اداء طيب، وما دخل طير ما دخله في الرمز الا هو عارف اداء طيره تبارك الله. طير طيب ونتمنى منه في النهايه اداء افضل. طير طيب ولكن نعم يعني يريد اداء افضل عشان يحصل كاس. تفضل. انا ومس حق سلطان النيادي من المشاركين اللي توهم ظاهرين على الساحه. انتاج الوثبه بعد. نعم انتاج الوثبه صحيح. ابارك له على المركز الثالث. سلطان مثل ما قلت لك من الشباب اللي توهم طالعين على الساحه. تقريبا من دخل 3 سنين 4 سنين من دخل المسابقه مسابقه التلواح، اثبت وجوده اليوم. هاي ثماره قاعد ينافس ابطال، ينافس طيور ابطال، بدا يعرف كيف يختار الطيور العدله. ونقول ابو حمدان الله يوفقك في هالمزرعه الطيبه اللي وصلت الابطال هذيلا للتتويج، ووصلتهم وهم بعد كلنا نكمل الثاني. نعم. طبعا ابو سيف حاب تقول كلمه لسلطان؟ اقول له الناموس تستاهل يا سلطان علي مصبح النيادي على انتزاعك المركز الثالث. مبهر، ادى اداء حسن، لو انه يعني حسن ان الاتيام شوي مختلفه، لكن نقول لك مبهر. نبى اداء منها احسن حق الكاس رئيس الدوله، ونبى اداء اقوى ان شاء الله. والله يوفقك ان شاء الله. ونبى منك اداء حسن. ولازم حسن. سلطان ترى شوف، سلطان من الناس اللي تو طالعين. انا اول ما شفت سلطان وعرفته في المملكه العربيه السعوديه، عنده شاهين حقق اظني المركز الثاني او الثالث. محمد كان وياكم في السعوديه هو؟ انا ما حضرت بطوله لا انا حضرت، كان موجود، كان عنده شاهين. حضرت العلا، كان عنده شاهين من مزرعه السلام، وحقق نتيجه قويه بعد. ما شاء الله، الله يبارك. نحن مشاهدينا الكرام اثناء تواجدنا اليوم في الفتره الصباحيه استغلينا الفرصه لهذه اللقاءات مع ابطال هذا الرمز. خلينا نشوف هاي اللقاءات وارد لكم مره ثانيه. عبد العزيز القندي، بداية نقول لك الناموس أول رمز الجير شاهين حضور ولم يخالف الترشيح، حضر الأسمر بكل جدارة وانتزاعه لهذا الرمز، وكان التوقيت المميز والأبرز في هذا اليوم. تستهج خير يا حميد، اللهم لك الحمد، التوفيق من الله. الأسمر طير طيب ماخذ رمز دبي، واليوم أخذ شوط غياثي، شوط جرات شاهين في غياثي، واليوم ثالث فوز له على التوالي الحمد لله في رمز كاس رئيس الدولة. اليوم يوم نتكلم عن هذا الطير الله يبارك، ما خالف الترشيح وحضوره كان جدا قوي. وين توقعت اليوم حضوره على الرمز بجدارة وبهذا التوقيت، أو كان في حد من الطيور يمكن شكل لك شوية خطورة؟ كل المشاركين في الرمز، كل اللي مشاركين نعم في الرمز. ما أنتم ما تعلم حميد، نحن نجهز هني اليوم. أنتم نطلب التوفيق من الله، تجيب طيرك جاهز، تهدى ما تعرف شو يستوي في الرمز. واي حد محضر ترى اللي يشوف لا يقول لك حد انا محضر يا والله ابي الاخير ولا ابي الثالث ولا ابي الثاني، كل حد محضر ترى يبى الشوط. اللهم لك الحمد، توفقنا. لمن تهدي السلامات والناموس، وشو يعني لك هذا الرمز بالذات؟ عندي السلامات للشيوخ كلهم وللرابع واللي واقفين ويانا والكل محبين الاسمر. والرمز والله هذا الرمز كان اللي ياخذه سنة أخذ الموسم كله، اللهم لك الحمد. نقدر نقول الأسمر مع كاس رئيس الدولة بإذن الله إن شاء الله. والله الطموح والهدف إن شاء الله أنه الكاس إن شاء الله.
هزاع الهاجري بداية نقول الناموس المركز الثاني في شوط الرمز حضور الأبطال. الطير حضر باسمه منو هو؟ باسم محمد سلطان العرياني. نعم الرجال في مهمة وهدينا عنه. نعم ما قصروا اللجنة، خبرناهم اعطيناهم خبر اعطيناهم الظرف وراعوا ظروفهم. كان الرمز اليوم جدا حساس امانه، وخاصة هذه الفئة وله طربة خاصة فئة الجير شاهين. نعم اللهم لك الحمد، توفقنا خذينا المركز الثاني شوط الرمز جير شاهين فرخ، والطير ما ادى اداء الكامل. كان في شوط دبي اجزاء بسيطة بينه وبين الاسمر، والاسمر على قولتهم ما ينظلم بطل، وكنا نسعى للاول. عرفت والحمد لله اهلنا الطير، وان شاء الله في الختاميه باذن الله. هزاع لمنو تهدي السلامات والناموس؟ اهدي السلامات والناموس لاهل العين كافه، ولابو ميره خاصه. يعني ناموس دايم. امين امين. يقول سلطان النيادي الناموس المركز الثالث في شوط الرمز، حضور الابطال اليوم. توقعت هذا الحضور في المنصه، لان نقدر نقول الشوط جدا كان قوي وحساس. صحيح طال عمرك. نحن طال عمرك ما شاركنا طير في الرمز لم تملين خير، ودنا انه يتاهل لو ثاني وراء الاسمر ما عندنا مشكله، او ثالث. الحمد لله الطير ظاهر من وعكه صحيه، والحين بادي يرد الطير. اليوم شوط الرمز وخاصة لهذه الفئة لها طربة خاصة. صحيح، وغير بعد مزرعة الوثبة الأول والثالث. آمين. لمنو تهدي السلامات والناموس؟ هدي المعازيبنا الله يطول عمارهم، وهدي لها العين ومالك المزرعة يوسف السلامي. وين بنشوفك في الفئة الثانية؟ نشوف إن شاء الله قدام في شوط للتبوع إن شاء الله قدام. يعني ناموس سنداي. الله يطول عمرك ناموسكم إن شاء الله. عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هاللقاءات، نبارك مرة أخرى لهؤلاء الأبطال الذين انتزعوا هذه الأشواط بكل جدارة. ولكن أول الأشواط لفئة الجير شاهين فرخ لهذا اليوم بن صقر حلق في سماء الإبداع ليتواجد بالمركز الأول، وهناك عدة أبطال كذلك في الشوط الثاني. كان غانم بن حمودة بالمرصاد مع ثاني الأشواط للفرخ في هذا التقرير، ولنا عودة. في هذا اليوم الثاني من بطولة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور والمخصص لفئة الجير شاهين، وفي شوط الواح الأول فرخ احتدت المنافسة بين الصقارين لتعلن النتائج في النهاية عن حصد المركز الأول من قبل فهد محمد سالم بن صقر المنصوري عن طريق إكس، وبزمن قدره 16 ثانية و622 جزء من الثانية. المركز الثاني كان من نصيب عبد العزيز عبد الله سعيد الكندي عن طريق الخضر بتوقيت بلغ 16 ثانية و685 جزء من الثانية. أما المركز الثالث فذهب إلى سالم غانم محمد الزحمي عن طريق كروز بزمن قدره 17 ثانية و7 أجزاء من الثانية. أما الشوط الثاني فقد كان التنافس على أشده بين المشاركين حتى النهاية، لنتعرف عن صاحب المركز الأول غانم علي بن حمودة عن طريق 19 بتوقيت بلغ 17 ثانية و330 جزء من الثانية. المركز الثاني ذهب لمبارك سالم أحمد محمد المرر عن طريق 51 بزمن قدره 17 ثانية و333 جزء من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب علي سعيد سهيل حارب العميمي عن طريق A09 وبتوقيت بلغ 17 ثانية و407 جزء من الثانية. بهكذا مشهد أسدل الستار عن فئة الفروخ، لينتقل المشهد بعد ذلك إلى فئة الجرانيس. شاهدنا نحن وياكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام مع هذه الشوطين لفئة الجير شاهين فرخ من الشوط الأول والثاني. ولكن أول الأشواط كان فهد بالمرصاد، فهد محمد سالم بن صقر المنصوري. أما المركز الثاني كان حضور الخضر المملوك لعبد العزيز القندي يعود مرة أخرى ليتواجد وصيفا في هذا الشوط. أما ثالث المراكز كان لسالم غانم محمد الزحمي. اليوم شفنا بن صقر يا محمد حضور متميز مع إكس
البطل كان أنا تكلمت وياه كان في وعكة أتوقع الطير من فترة وتوه قام يرد. الله يوفقه في حلاله إن شاء الله، وحضور أمانة متميز كذلك لفهد بن صقر. أبارك وهني فهد على هذا الإنجاز الطيب اليوم وتواجده بعد ما عدى علينا موسم كامل ما شفناه. تحقيق المركز الأول بغريبة عليه، هو راعي نبونه الأولى والمراكز الأولى من استواء. فهد رقم صعب في المشاركة. انطلاقته كانت قريبة على شوط الرمز تقريبا، أتيامهم كلها متقاربة. 16 و600 طير صعب في المنافسة كاس رئيس الدولة بيكون. نعم شوف انطلاقة الطير هذا، انطلاقه كانت واضحة من الطير من بداية ظهوره أنها مميز برقم مميز بيجيب إن شاء الله، وياب 16 و600. والله يبارك. نقول له إن شاء الله الله يقويك عليهم في الكاس، يستاهل إن شاء الله. المركز الثاني مشاهدينا الكرام عبد العزيز بقيادة الخضر، يعود مرة ثانية القندي. نعم. الخضر طير صعب، وانا اعتقد انه كان بعد في وعكه قبل. نعم. وحاليا الطير على استعداد يعني انه يكون من المنافسين الاقوياء في الكاس. عبد العزيز يبحث عن التأهيل اكثر حسيناه، بما انه حط الطير هذا بعد في طبعا في الشوط الاول. وطيره زين، طير مو بطير عادي. الخضر نعم مو بطير عادي، طيره زين، طيره في مستوى طير فهد. نعم. يعني مو بقل مستوى منهن. خدمهن الوقت والظروف وطريقة الهدد. نعم. ايه غلطة في الهدد عند أي طير منهن الثاني يغلب. يعني الغلطة مرفوضة في الكاس. ما فيه ما تغلط. في مجال. ما في مجال. مو بغلطة يعني أن الطير رفع وطير لا. حتى لو طلع الطير من يدك الحين وبالغلط أنت بس شوي ماسك سبقة. نعم. ضيعت انطلاقته. ضيعت أنت شيء وايد عليك. أنا بسألك سؤال. هذه أمور دقيقة يمكن بخبرة كبيرة في الميادين، مرت عليك هذه الأخطاء واليوم يوم تقول لا الغلطة مرفوضة. نعم مرت علي. تذكر شيء منها محمد؟ ها؟ تذكر منها؟ نعم. أنا يوم سألني لا عدم حميد ما سألني وضحك، عرفت انه بيجيب لا الماضي. لا لان مره اخذت كنت باخذ وياه لقاء وطالع من السناه معصب. انا ما تابعت الهدد غير عقب تابعناه في البرنامج، اتذكره من 2 3 هني في الكاس. انا صحيح. مره من المرات كنت بهالطير عندي ويعتبر بطل الطير. هي بيور الاسود؟ لا طير اسمه شركان. لا طير اسمه شركان جير بيور الاسود. وظهر من يدي، عاد ما ظهر من يدي السبق ترى داير على صبعيه والدار وانا فاتشنه وصار صوب التراب بيقبض التراب بيدعم التراب. فانا هاي اللقطه خذت لقطه الموسم. صح اتذكر صح. غلطات مثل هذه بالذات مع طير عندك بطل مشكله. صح. لا غلطه مثل هذه غلطه كبيره. وين دخل في الثلاث اظني ابو نسيم. دخل في الثلاث الطير ذاك. هو دخل في الثلاث لكن انت ما تبى الثلاث انت اكيد. لكن اقول لك شوف الغلطه كيف كان الطير بطل. انا اذكره الطير هذا كان بطل. شيء لا اتذكر كنا في الحظيره هني وتمينا نتابع بن عبود وتمينا نقول شوف الغلطه هذه تلاقينا ندمان عليه وما بينساها العمر كله. لا يتحذر. لا حتى حطينا عندي في الانستغرام. والله نعم. الله هذه اشياء يعني المفروض ذكريات تحتفظ بها. صحيح. اليوم اسمح لي اخوي تفضل. اليوم هذا كل مشارك فايز، لكن كل شخص ذكره فيه يوم ياخذ الاول هذا الفوز اللي كلنا يبغاه. نعم. طبعا مشاهدينا الكرام كروز المركز الثالث المملوك لسالم غانم يا ابو سيف. نبارك لسالم غانم الزحمي على انتزاع كروز من المركز الثالث. كروز قيمه ما شاء الله عليه 17 فلات. طير ما شاء الله اداء حسن. نبارك له ونقول له تستاهل الناموس ومبروك تأهيلك على الكاس، ونبغي اداء احسن بعد يا كروز عشان يروح المنافسه قويه صراحه. ان شاء الله. نبارك لهؤلاء الابطال. ولكن ثاني الاشواط الجير شاهين فرخ في ثاني الاشواط. غانم بن حموده حضر بامتياز، هذا الشاب المتميز امانه.
المركز الثاني مبارك سالم المرار، المركز الثالث علي العميمي. اليوم يوم نتكلم عن غانم ما شاء الله تشوفه في كل عام يحط لك طير طيرين امانه في المنصه، ما شاء الله عليها الشاب. اتوقع قريبا نقول لك باي باي للمفتوح، اتوقع اذا ما غلط. تفضل. انت دوم تذكرهم بهالشيء. هو على حسب النقاط اخوي حميد، ولا تقول لهم شيء يا اخي، خلهم يخلصون موسمهم. يا اخي اتوقع لان غانم ما شاء الله بعد مجتهد. اليوم حميد صحيح انها صاروا الصقاقير على طير وطيرين يجون وكلهم ماخذين، ومثل عبد العزيز القندي مثل غانم مثل لو بتبى تبحث عندهم ما عندهم طيور وايد. صحيح. سعاده سلطان اليوم تكلم وقال عندنا 125 طير تقريبا 28 صحيح. طير. لا تستغرب هالرقم هذا. هذا الطير. الطير هذا لو ما رفع شفت الانطلاق في البدايه نعم في البطايه هذا اللي بدايته كانت شوي نعم. الستارت اذا ما كان عندك جناح قوي وطير قوي يعوض في ال 300 متر الاخيره صحيح ضيع انطلاقته. يستاهل والناموس ونرد ونقول الجماعه وصلوا التكنيك ووصلوا الدرايه كامله عن مش الكم اللي يخدمك الكيف. الرياضه هاي تخسر وايد، تخسر وقت وتخسر مال وتخسر فانت محتاج طير معين، طير تقدر تميزه انه يدخل في العشر، لا تضيع وقتك على الفاضي. اول كنا نوصل 180 200 طير خص في شوط الجير شاهي. اليوم الحين نوصل على نقوه الطيور صحيح 120 115 128. هاي الارقام معقوله عندهم، ونقول ان شاء الله ان التغيير اللي صار في الجدول نفعهم واصبح مساوي لهم مع المحترفين كتواقيت وكانطلاقات ويستفيدون منها في مجال البيع والمشترى في طيورهم وانتقال الملكيات. يستاهلون. يستاهل غانم بن حموده. ثاني المراكز مبارك سالم بن عبود. مبارك سالم طيره طيب الله يبارك له ويستاهل الناموس. وطبعا احنا نبارك للجميع من شارك في الشوط. نعم. ولكن دائما المراكز الاولى الثلاثه اللي هي يسمونها المثلث الذهبي. نعم. مبارك سالم واللي اخذ الاول 3 أجزاء من الألف بينهم. اي نعم ما في فرق يعني شيء بسيط. والطير هذا ترى يصير قدامه. الطير هذا عاد يصير في زود. تعرف انت الطير نعم عدل. نعم الله يبارك. اذا ما خاب ظني انه بعد مشارك في بطوله قياسي ومحقق مركز يا ثاني يا ثالث يا ثاني. والله انا ما تابعت ولكن الطير هذا راعي سويحان علي العميمي المركز الثالث. هذا اعطوه وقت طويل والله هذا عوده حميده. هذا اعطوه وقت. هذا علي سعيد السيل حارب العميمي مزرعه ند الشبا يستاهل على انتزاع المركز الثالث. طير ادى اداء حسن لكن علي له ظهرات في الطيور خاصه في الجير شاهين والبيور. الريال هذا ما شاء الله عليه مجتهد ونقول له تستاهل ناموس انتزاعك المركز الثالث. والله يوفقك يا ابو سعيد وبالتوفيق ان شاء الله. الحين الاحظ عندنا نعم. مزرعه الوثبه ما شاء الله في العشر الاوائل كم طير جايبه. وعندك ند الشبا وعندك ديزارت كلهم. الجماعه صراحه السنه مبدعين المزرعتين هذيلا في التواجد في العشر 3 مزارع ما فيها كلام السنه. والديزارت نعم. ديزارت الوثبه ند الشبا اهنيكم على هذا لا الانتاج. تنسى ياس. نحن هذا اللي نشوفهم في اللسته الثانيين ما نعرف. نحن نشوف شيء ثاني بعد. الله يوفقك. اللي يوضح لنا في اللسته منها نيوم اللي في السعوديه. نحن عندنا اللي واضح في اللسته ويستاهلون كلهم. الله يوفقك. نحن نفرح بهم لانهم طال عمرك منتجين اماراتيين وكفايه انهم رعاه. بالضبط ورعاه عندنا سبونسر. والاهم شيء عندنا احنا سبونسر اللي دخل سبونسر بنقول له لا داعمين لكم يا رياضه انتم وداعمين. شوف انت الطيور هذه الى الحين ما في احتصار. امس تكلمنا انا واخوي محمد عن وحميد عن الطيور. شوفوا انت فئات الملاك ما في احتكار. صحيح. المزرعه يوم تكون محتكره ما حتى لو انجازاتها تكون طيبه في الفئات الثانيه بس بكون محكوره ما تطلع. بس الحين شوف كم اسم. انا لا عسب ما حد اعطني كلوز الله يرحم والديك مخرجنا. شوف عندي هني يا اخواني شوفوا هني انا والله العظيم عسب ان مزارع الاخوان الثانيين ما يزعلون.
انا لان اتوقع في اشياء موجوده في النادي وقوانين محطوطه، المزارع اللي واضحه عندي انا اتكلم فيها. الله يوفقهم جميعا ويستاهلون كل خير في ذمتي. نهنيهم لان اتوقع هم سبونسر فنحط اساميهم، هذا من قوانين اللجنه المنظمه التي وضعت. مشاهدينا الكرام، اثناء تواجدنا في ارضيه الميدان هناك كان لقاء خاص مع فهد بن صقر وكذلك غانم بن حموده. خلينا نشوف هاللقاء وردي لكم مره ثانيه. فهد، نقول لك الناموس على هذا الحضور. المركز الأول في الشوط الأول جير شاهين فرخ، حضور الأبطال اليوم. لو تخبرنا عن سيرة ذاتية لهذا الطير. تستاهل خير يا حميد، والحمد لله على التوفيق. الطير هذا طال عمرك حميد شارك في الاتحاد وخذ أول، وشارك في رمز دبي ويا ثالث، وفي غياثي يا ثاني، والحمد لله اليوم خذ شوطه، والحمد لله على التوفيق. منو اللي توقعت يشكل لك خطورة في هذا الشوط؟ والله طيور وايد حميد، منهن الخضر معاي في الشوط طير طيب، وقد جاء قدامي الطير هذا في الرمز يتنا ثالث هو ثاني، طير طيب، والفارق بعد بيني وبينه بسيط اليوم كان. لمنو تهدي السلامات والناموس؟ والله لحكومتنا والشعب الامارات كافه. وين بنشوفك في الفئات الثانيه؟ والله في كل الفئات ان شاء الله، في كل الفئات. نشوف المثلث الذهبي في شيء طيور على نفس المستوى نقدر نقول؟ والله حميد نحن نحضر ونجهز ونجيب السبوق، وتوفيق اذا لك نصيب تاخذه ترى. يعني ناموس الدايم. وياك يعني نفذك، مشكور. غانم بن حموده، ناموس الشوط الثاني للفرق، حضور بالمركز الاول بكل جداره. لو تكلمنا عن انجازات هالطير. والله حميد الطير اول اشتراك له، والحمد لله على التوفيق. توقعت هالحضور؟ والله انا متوقع له في الثلاث، لكن الحمد لله. منو اللي كان توقع انه يشكل لك خطوره في هذا الشوط؟ والله اللي مشاركين كلهم طيورهم اظني انا ابطال، ولا ما حد بيجي يهدي اذا طيره مو بجاهز، ولا الحمد لله على التوفيق. وانا وين بنشوفك في الفئات الثانيه؟ باجينا بيورات وقراميش ان شاء الله لنا حضور زين ان شاء الله. لمنو تهدي السلامات والناموس؟ اهدي السلامات والناموس الى قيادتنا الرشيده والشيوخ طول عمرهم، وبيض الله وجوههم على هالشارات وما قصروا. يا لنا موسم دايم. امين ان شاء الله. مرحبا. نبارك ونهنئ مشاهدينا الكرام هؤلاء الأبطال الذين تواجدوا في 3 أشواط متتالية لأشواط الفرخ، ولكن الجرانيس كان حضور الأبطال مع سلسلة الأبطال نعم الذين تواجدوا. سلطان راشد آل مانع المنصوري حضر بانتزاع الشوط الأول للجرانيس، أما عبد الله راشد أحمد المانع المنصوري كان نجما لآخر الأشواط لتنتهي هذه المنافسات لهذه الفئة في هذا اليوم مع هؤلاء الأبطال في هذا التقرير. ولنا عودة. في فئة الجرانيس لجير شاهين وفي شوط التلويح الأول لم تتغير المراكز كثيرا طوال الشوط، لنتعرف في النهاية عن صاحب المركز الأول سلطان راشد آل مانع المنصوري، والذي تمكن من تحقيق زمن قدره 17 ثانية و203 جزء من الثانية عن طريق نوماس. سويد أهدى لمالكه المركز الثاني أحمد محمد جمعة بتال المرر بتوقيت بلغ 17 ثانية و241 جزء من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب فرج علي المهري علي المزروعي عن طريق مرعب بزمن قدره 17 ثانية و468 جزء من الثانية. في الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيرا، حيث الإثارة والتشويق كان العنوان الأبرز، وذهب المركز الأول لعبد الله راشد أحمد المانع المنصوري عن طريق 11 بزمن قدره 17 ثانية و475 جزء من الثانية. مركز الوصافة كان من نصيب راشد سهيل ماجد بن صقر المري عن طريق S45 بتوقيت بلغ 17 ثانية و611 جزء من الثانية. أما المركز الثالث فذهب إلى غدير محمد غدير سعيد المنصوري عن طريق عقاب بزمن وقدره 18 ثانية و81 جزء من الثانية. بهذا المشهد اختتم اليوم الثاني لبطولة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور.
الناموس لكل الفائزين وحظ أوفر لباقي المشاركين في قادم الأيام. عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شهدنا نحن وياكم هذا التقرير. سلطان راشد بالمرصاد بقيادة نوماس مع أول أشواط الجرانيس. يا جرناس تفضل. تفضل جرناس. جرناس اي والله. لا جو محمد جو قال له تفضل يا جرناس. جرناس انا ولا انت؟ انت. ها؟ انت. اي والله صدقك فيها جرناس. ودني باكر وياك. خلنا نغيرها جرناس. سلطان راشد السنه متالق في جميع البطولات اللي مرت علينا في الغربيه وفي الظفره، في مهرجان الظفره وفي مهرجان غياثي كان متالق بالطير هذا، واليوم اثبت تواجده وجاهزيته حق كاس رئيس الدوله. ان شاء الله الواحد الذهبي نقول له الناموس. هزرك؟ انا من الحين ترشيح خلاص؟ اي نعم. ما بالتريا قراميش بيورات؟ والله يروعني عبد الله راشد، لكن خله نقول عند سلطان راشد من الحين يعني. انا ما بصير معه. انا في طير اليوم دخل في اخر الطيور بطل بعد ما ينضرب. هزرك؟ نعم. هذا الطير سلطان يا اخواني ما تابعنا. طير سلطان طال عمرك من الطيور الطيبه اللي الناس ما انتبهت لها، ولكن الطير ما شاء الله مدي العام يمكن ماخذ ثالث مع المحترفين. اشكرك. ما نزل الطير هذا، ما نزل من المثلث. نعم. ايه ما نزل من المثلث، وطير الله يبارك طيب ومن اطيب الطيور يعني. الله يبارك. اي نعم. يعني بتروح مع انت ابو علي في شو؟ تلواح قال خلاص موضوع منتهي. تلواح ذهبي؟ اي. طير عبد الله راشد ما يستهان به، ماخذ الاول في غياثي وماخذ الاول هني. هو قلت لك انا بعد مع عبد الله راشد كاني بصير. لا بس طير سلطان راشد هذا من الطيور القويه وطير، لكن لو تشوف توقيته هذا مش طبيعي. هو كان علينا ترى. ايه ترى كان هو علينا الطيور كلهن يجيب 18 و19 يجيب. ايه لا قوي توقيته. شوف الفارق. بعدين ستايل الطير هذا ما يخرب، ستايل الطير هذا ثابت من العام، ملاحظ انه والسنه ملاحظ انه في نفس مستواه. زين خلونا ما نسبق الاحداث. ان شاء الله يوفق. خلونا نشوف لقاء سلطان راشد شو قال، ويمكن هو ادرى بانجازاته يعني طيره ولا؟ بعد معك حق. انت يوم تقول الواحد ذهبي، لا في عندك بعد اسبوع عندك. تحذر هذا قلبه ويتبع كل شيء بن عبود، ولا تقول له اتبع. خلينا نشوف التقرير. انت لو تتابع الملاك كاس رئيس الدوله شفت نعم. كم تبع يفوز ياخذ الكاس ولا لا؟ صحيح. كم تبع ياخذ. لكن اللقاء يتريانا السلطان. يتفضل. نعم. سلطان تفضل. سلطان راشد بداية نقول لك الناموس لأول أشواط الجرانيس حضور الأبطال. لو تكلمنا عن إنجازات هالطير. تستحق خير أول شيء يا حميد، وهاي كلها توافيق وبركة. هذا الطير يوم فرخ ماخذ ثاني الرمز في دبي، وماخذ ثاني هنا في شوط المحترفين، وماخذ السنة بعد في شوط الرمز ثاني. طير يعني بطل، والحمد لله الله وفقه اليوم. منو اللي توقعت يشكل لك خطورة في هذا الشوط اليوم؟ يشكل لي خطورة والله الطير بطل، بس يبغى يوفق، هو كلها على عامل الهواء، والحمد لله توفق الطير. لمنو تهدي السلامات والناموس؟ أهديها لمعازيبنا. آمين آمين. باجين البيورات والقراميش، هل راح يكون لك حضور كذلك في هذه الفئات؟ لا هاي الفئات ما عندي طيور فيها. ماشي. على ناموس دايم موفق. آمين آمين. يستاهل أمانة الراعي نوماس على هذا الحضور. المركز الثاني مشاهدينا الكرام عندنا أحمد محمدي مع بتال المرار. ثالث المراكز فري بالمهري المزروعي كان حاضر كذلك. عطنا كلمة سريعة عن الثاني والثالث تفضل. نبارك حق احمد محمد جمع بتال المرر. طير ادى اداء حسن، تيمه ما شاء الله عليه
17 و200 اداء الصراحه من البدايه حتى النهايه كان اداء قوي. الطير انه مسلم تقول استاهل انتزاعك في المركز الثاني ومبروك عليك التاهيل. فري علي مهري علي المزروعي هذا طير دخل في اخر طير اظني مهدود 27 دخل المرعب دخل بتيم ودخل في المركز الثالث. نقول له تستاهل راعي مرعب والناموس ومبروك عليك التاهيل وان شاء الله نشوفك التلواح الذهبي باداء اقوى وفي حظ احسن. تبى تقول شيء بن عبود اشوف عن بن بتال وفري؟ الجعبه مليانه. تفضل. سويد من الطيور الطيبه اللي السنه يمكن افضل اداه السنه، ماخذ الاول اعتقد امس في دبي. نعم. وخذ الاول هني. وسويد من الطيور اللي يعني دائما حاضره عنده. احيانا اذا انكر البقعه شوي تلاحظ ان الطير هذا ما يعطيك اداء، لكن اذا اعطاك اداءه من الطيور اللي نخاف منه. ولهب سويد هي. اوكي. طير فري من الطيور الطيبه. ابو علي طيره طيب هذا ودائما يعني يهدد. ومرعب هو هذا طير ابو علي مرعب الثالث. هي طير ابو علي اللي هو الله يوفقهم ان شاء الله. نحن نبارك لهؤلاء الابطال، ولكن ختامها مسك مشاهدينا الكرام. عبد الله راشد حضر بالمرصاد ليتواجد بالمركز الاول. ثاني المراكز راشد سهيل بن صقر المري. ثالثا غدير محمد المنصوري في ثالث المراكز. منو بيتكلم هني عن طير عبد الله راشد؟ انا عندي معلومات عنه. تفضل. طير الله يبارك فيه طير طيب وطير ماخذ امس الاول في غياثي. نعم. الطير هذا شو مزرعته هو؟ ما لك شغل في مزرعته. اوكي سريه. سريه. زين. 1-0. بعض المزارع ما نصرح بها. هاي انطلاقه. تفضل. اوكي. ما شاء الله على الطير. لا طير طيب الله يبارك فيه. هو الرجال مجتهد عليه ومن الطيور اللي ما شاء الله نستايله من افضل الطيور. نعم. ولكن لا شك ان في منافسين بعد في نفس المستوى. ما شاء الله. بالنسبه للطير راشد سهيل لي المركز الثاني. ما عندي يستاهل. منو يعرفه؟ يستاهل المركز الثاني لكن ما عندي معلومات عنه. قرناس. يمكن قرناس عنده معلومات عنه. قرناس تعرف شيء عنه؟ تعرف شيء عن الطير هذا؟ لا والله ما اعرف عنه شيء، لكن الطير ادى اداء حسن. اليوم التاهل يستاهل ونقول له الناموس يا راشد سهيل ماجد بن صقر المري. يستاهل ناموس. الطير تاهل. طير دخوله اقول انا يمكن عامل الطبيعه خدم الطيور اللي موجودات. تشوفوا من القرعه الحين اطالع ان الطيور هذيلا موجودات في الست لوايل بنقول هن اللي يمكن خدمهن عامل الطبيعه ما تغير عليهن. انه مسلم نقول لهم تستاهلون. نعم. على التاهيل. وطير الغدير المركز الثالث يستاهل. محمد غدير سعيد المنصوري. اشوف عليه انا اللوجو. هذا ياخذ معلومات، حد جالس يرسل له معلومات كل دقيقه. هذا فاتح على الانستغرام قاعد يطلع اخوي ما اعطيتون الورقه اليوم. معلومات. كان يرد السلام عليكم غدير قال طلبتوني ولبيت لكم النداء وجيت الحين ثالث. والله ما راح بس اليوم هاي الرساله موصله لك. هي الله يستاهل. قال انتم طلبتوني بالحضور وانا تراني لبيت الحضور. جزاه الله خير. وجيت ثالث اليوم. وان شاء الله انكم بتشوفوني في مستوى اكثر من كذي وابشركم بخير. عيل زين كل يوم بنطلبه. يستاهل ابو حمد. ابو حمد غدير نباك باكر حاضر ونباك في المثلث. يستاهل ابو حمد. ما دام مي غير طلب هذا هو. خلاص. الله يوفقهم الجميع. طبعا نبارك لهؤلاء الابطال. طبعا هناك كان مراسم التتويج في هذا اليوم لهذه الفئه. مشاهدينا الكرام بتواجد سعاده السلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي ابو ظبي للصقرين. خلينا نشوف نحن وياكم هذه اللقطات الجماليه لمراسم التتويج واجواء هذه المراسم. شوف هاي طير. العاصمة دار الكرام الميامي مبطي ويرفل في سمانة علمها من غربي الضفرة إلى شرقي العين نبرة ونتصوع لفوعة نسامها
شرقية العين نبرى ونتصوع لفوعة نسامها زايد حلم بالنهر سموضة بيلين زهت وصارت مثل ما هو حلمها كانت صحاري بس صارت بساتين من يوم زايد هازها واستلمها بالعصر دار الكرام البيابي مبطي ويرفل في سمان علامها بالغربي الظفراء شرقي العين نبرى ونتصوع لفوعة نسايمها أبو ظبي قبله لكل المحبين ولي زارها ترضف عليه ابتسامها لي عاش فيها عاش عيشة سلاطين وحتى البعيد تمد له من كرامها أبو ظبي قبله لكل المحبين ولي زارها ترضف عليه ابتسامها لي عاش فيها عاش عيشة سلاطين وحتى البعيد تمد له من كرامها دره مدية كل ما تكبر تزين متباهية دام الحسن ما فطمها غادت حسن ما تلتفت للمزايين تميزت بوصافها وبشيمها ابو ظبي بالعصر دار الكرام البيابي ابو ظبي ويرفل في سمان هذه هي اللوحة الفنية الجميلة التي اختتمت اليوم لفئة الجير شاهين من فرخ وجرناس في أرضية هذا الميدان. أبطال حضروا لانتزاعهم لهذه الأشواط والمشاركة في هذا الكأس الغالي، كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. غدا بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام سنشهد منافسة خطيرة للفئة المجنونة، نقدر نقول فئة القراميش ل5 أشواط متتالية من فرخ وجرناس، وأول الأشواط ستكون في تمام الساعة 9 صباحا مع انطلاقة شوط رمز القراميش. هناك ما يقارب 11 اسم يتواجدون لانتزاعهم لهذا اللقب، ولكن هناك دائما تكون في مؤشرات أن شفناهم في أرضية هذا الميدان. قبل لا ندخل على الترشيحات هناك مجموعة من الأسماء أنا يعني نعطي رؤوس أغلام أمانة للمحللين ولكم أنتم كمتابعين أمانة. هناك كل الأسماء نتمنى لهم التوفيق أمانة، لكن شفنا مؤشرات أعطتنا دلائل على أرضية الميدان وشفناهم على المنصة، إن كان الطيارة المملوكة لزايد محمد بن ثعلوب، كذلك طنجة لسعيد بن مجرن، عندنا كذلك 22 لغانم بن حمودة، عندنا تغرودة لعبد العزيز القندي. يعني شوف أنا ليش كل الأسماء قوية، لكن أنا قربت لكم لأن هذيل الأسماء شفناها. يعني أنا قاعد أغششكم. كيف؟ قاعد أغششكم. أنا ما أغششكم. لا أبرز قراميش أنت. لحظة لا دقيقة بس برد على الأستاذ محمد. شوف أنا المعلومات اللي عندك. أنا ما عندي معلومات، أنا تكلمت. أنا أعتذر مشاهدينا، أنا تكلمت كقراءة عامة اللي شفناها في هذه اليومين وحسب النتائج السابقة
تغششت منو انت؟ صبر لحظه انا اريد ارد على من ابرز القراميش، صبر، من ابرز القراميش اللي موجودات. تفضل. شوف، من ابرز القراميش قرموشه غانم بن حموده جايه رابع على الرمز في دبي. اعطيني ترشيحك، ما اريد قراءه، اريد ترشيح. وعندك لا لازم بعد اعطي المشاهدين بعد يلا تفضل، بس على السريع اسب الوقت. واللي وصيفه الرمز احمد سالم محمد الشدي، وصيفه الرمز في دبي. نعم. اي ثاني. قرموشه سعيد احمد الشيخ مجرن، مش هي اتوقع، مش هي طنجه. طنجه هيك اظني اسمها غير ما اظني. حلو. مش موجوده في الشوط، ما ادري، يمكن عندها وعكه صحيه تفضل. او في شيء ما اعرف. موجود. مش موجوده. انا اسير مع احمد سالم محمد الشدي. مع الشدي، تفضل. عبد الله راشد. عبد الله راشد، اوكي. الانطلاقه العاشره. الانطلاقه العاشره، عبد الله ولكن راشد. لازم تحليل بعد للاسماء. انت اخذت فرصتك، فاعطنا فرصه. تفضل تفضل، بس على السريع اسب الوقت، لا، اعطني اسمعني. بريف. يلا تفضل. عندك سعيد بن مجرن، مستحيل يجيك بطير عادي وبيهده. اذا ما كان واثق ان الطير هذا يسوي مشكله ما يهده. الرجال انا اعرفه، كيف ورجال يعني خطير. يسوي مشكله؟ يعني بيفوز يعني ياخذ اول ثاني ثالث. اي اوكي. بينافس يعني، نعم. داخل ينافس، مو بداخل عشان رقم. بعدين عبد العزيز القندي، عبد العزيز القندي اذا كان مستوى طيوره الاسمر والخضر وفي بيور ان شاء الله بيفاجئنا به، انا عارفه. ان شاء الله طلعنا مستحيل تكون اوفر تايم بسرعه. مستحيل القرموشه هذه تكون اقل مستوى منهن. نعم. لان الريال خلاص. يعني عند منو؟ عند عبد الله راشد. انت قلت. انا الترشيح عندي من اللي شايفينه من القراءات ان عبد الله راشد طيره زين من الطيور اللي نعم، حق مراكز في انت عبد الله راشد. مهرجان عبد الله راشد في غياثي ماخذ الاول. ماخذ الاول، واليوم نحن نسير على القراءات الموجوده عندنا. عبد الله راشد، والله يوفق الجميع ان شاء الله، ما نحتاج لحد من حد. بالتالي نبى نقاط. انا اسمحوا لي اول شيء ان ترشح. انا تبوني ارشح؟ ايه رشح. لازم ترشح، ما ترشح. انا والله ما جد رشحت، ولكن اليوم يمكن من غلاي تاريخ، لا من تاريخ واسم انحط على الناقه الطياره، لها تاريخ وصولات وجولات. سميت الطياره، ما اتوقع سميت القرموشه عبث. انا اعطيت ثلاث قراءات ان الطيور اللي بيكون لهن كرت قوي، حتى قرموشه بالحليس بعد تراها قرموشه. انا اقول لك زايد بن محمد بن ثعلوب رقم صعب باكر. ان شاء الله بنشوف. ان شاء الله. كلمه اخيره محمد نختم. احب اشكر الجميع على المتابعه لنا، ونقول لهم دائما خليكم معنا في الحظيره، على اساس ان اذا صار عندنا اي تنويه او شيء عن طريق النادي، لجنه، اي شيء، ترى نستخدم الحظيره في توصيل الرساله. ابن عبود. انا اولا اشكر يعني المنظمين على الحظيرة، على برنامج الحظيرة أولا، وأتمنى يكون البرنامج هذا يعني يكون أي حاجة جديدة مثلا نريد نبلغها من خلال هالبرنامج. من خلال البرنامج هذا الله يقدرنا، ويكون شيء واضح وبسيط وسهل إن شاء الله. الله يقدرنا يا رب. بوسيف. اول شيء اقول الله يوفق المتسابقين باكر، سميها فئه المجنونه، الله يعينهم عليهم، واقول الله يوفقهم ويعرفها لهم ان شاء الله النواميس. ومشكورين جميعا، الطاقم الموجودين، اللجنه، كلهم. بعدنا مو بالحلقه الاخيره. خلاص انا عندي بيسكر عليك. بسكر خلاص عشان ما تقول. طبعا نخص بالشكر والتقدير مشاهدينا الكرام، جميع من تواجد ويانا، الزملاء كذلك المحللين متواجدين ويانا، الشكر لكم انتم على حسن المتابعه مشاهدينا. ولكن وصلنا الى ختام حلقتنا بان نلتقي غدا باذن الله تعالى في تمام الساعه 9 صباحا مع اول انطلاقات فئه القراميش، ومع رمز ان شاء الله، رمز القراميش غدا، ومصر بعدني على الطياره ونقول طبعا وصلنا الى الختام. الشكر موصول للجميع. في النهايه اقول تقبلوا تحياتي حميد المهري وفريق العمل، حياكم الله. العالم